ولما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة سافر إلى بصرى في تجارة لخديجة الفتية، ومعه غلامها ميسرة يخدم عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه صلى الله وسلم عليه. فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسدورا راهب نصرانية، فعرفه الراهب إذ مال إليه ظلها الوارف وأواه صلى الله وسلم عليه. وقال: ما نزل تحت هذه الشجرة غض إلا نبي ذو صفات نقية، ورسول قد خصه الله تعالى بالفضائل وحباه صلى الله وسلم عليه. ثم قال لميسرة في عينيه حمرة استظهارا للعلامة الخفية، فأجابه بنعم، فحق لديه ما ظنه فيه وتوخى صلى الله وسلم عليه. وقال لميسرة: لا تفارقه وكن معه بصدق عزم وحسن ضوية، فإنه ممن أكرمه الله تعالى بالنبوة واجتباه صلى الله وسلم عليه. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فرأته خديجة مقبلا وهي بين نسوة في علية، وملكان على رأسه الشريف من وهج الشمس قد أظلا صلى الله وسلم عليه. وأخبرها ميسرة بأنه رأى ذلك في السفر كله وبما قال له الراهب وأودعه لديه من الوصية، وضاعف الله تعالى في تلك التجارة ربحها ونما صلى الله وسلم عليه. فبان لخديجة بما رأت وما سمعت أنه رسول الله تعالى إلى البرية الذي خسه الله تعالى بغربه وصدفه صلى الله وسلم عليه. فخضبت لنفسها الزكية لتشم من الإيمان به ضيبا ريا صلى الله وسلم عليه. فأخبر صلى الله عليه وسلم أعمامه بما دعت إليه هذه البرة التقية، فرغبوا فيها لفضل ودين وجمال ومال وحسب ونسب كل من القوم يهوى صلى الله وسلم عليه. وخطب أبو طالب وأثنى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله بمحامد سنية، وقال: هو والله له نبأ عظيم يحمد فيه مسرا صلى الله وسلم عليه. فزوجها منه صلى الله عليه وسلم أبوها وقيل عمها وقيل أخوها لسابق سعادتها الأزلية، وأولدها كل أولاده صلى الله عليه وسلم إلا الذي باسم الخليل سماه. اللهم قبره الكريم بحرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك